السلام عليكم. اليوم غادي نحضر معكم طبق ديال الرز بالدجاج والخضر للعشاء. كيجي صحي ومشبع، يعني الوليدات الا ما كانوش كياكلوا لكم الخضره فبهذه الوصفه اكيد غادي ياكلوها. انا كنقولها ومتيقنه منها حيت عارفه البنه اللي كاينه في هذا الرز، وإلا جربتوه غادي تعرفوني علاش كندوي. بلا ما نطول عليكم غنبداو مباشره في الطريقه مع المقادير. ما تنسونيش ملي لايك باش ينتشر الفيديو على اوسع نطاق. كيف كتشوفوا عندي واحد طنجره صغيره اللي وضعتها فوق النار، سخنات. غادي نضع عليها واحد ملعقه ديال الزبده مع شويه ديال زيت الزيتون. الزبده هي اللي كتخلي لنا الرز يبقى طري ورطب، وفي نفس الوقت حتى الصدر ديال الدجاج كيجي فتي. وغادي نضيفو كيف قلت شويه ديال زيت العود باش ما يتحرقش لينا. كنخلطوه مع شويه ديال الزبده كيف قلت لكم. صافي هنا غنتسنى شويه على هذيك الزبده غير غتذوب شويه، وغادي نبدا نضيف شويه ديال الثومه مع شويه ديال البصله اللي غادا نشحرهم في هاد الزبده والزيت هذا. هنا غنوضع واحد جوج ديال الفصوص ديال الثوم اللي قطعتهم. غادي نخلط الثومه غير غادا تطلق النسمه ديالها في هذيك الزبده والزيت، وغادي نضيف واحد الحبه ديال البصله اللي تكون مقطعه. بالنسبه للبصله انا عندي غير حمراء، يمكن لكم تستعملوا البيضه. بصله تكون شويه صغيره ما تكونش كبيره بزاف. غادي نحركها هكا وغادي نخليها تدبال هي وهذيك الثومه. بالنسبه للعافيه تكون من مهيله حتى متوسطه. هنا عندي واحد الجزره واحد القرعه كوجيت، غادي نحكهم في الحكاك الغليظه. هنا مره غادي نحرك هذيك البصله والثومه باش ما تحرقش ليا. هنا من بعد ما نزلت لي هذيك البصله وتبدل اللون ديالها كيف كتشوفوا، غادي نضيف ديك القرعه كورجيت وهذيك الجزره اللي قطعتهم او حكيتهم في الحكاك الغليظه. غادي نحركهم وغادي نخليهم شويه حتى هما يدبالوا. في هاد الاثناء فغادي نمشي نقطع الصدر ديال الدجاج، ومره خصني نحرك هاد الخضره باش ما تحرقش ليا. هنا غادي نضيف الصدر ديال الدجاج اللي قطعته مكعبات على هاد الشكل هذا. يمكن لكم تضيفوا حتى الفخيدات ديال الدجاج، يعني لكم الاختيار. انا اختاريت هنا الصدر ديال الدجاج. هنا غادي نخليه يتقلى شويه مع هاد الخضره، وعاد باش غنضيف التوابل. هنا هذاك الصدر قد ما تقلى مع الخضره قد ما تيطلق البنه وتشرب البنه ديال الخضره. هنا من بعد ما تشحر ليا شويه الدجاج مع هذيك الخضره فغنبدا نضيف التوابل. بصراحه هاد الطبق كيجي لذيذ صحي كيوجد بسرعه. هنا عندي واحد الزلافه ديال الرز اللي غسلته مزيان ورقدته في الماء حتى تنفخ على هذا الشكل هذا. ربع ساعه راها كافيه حتى نص ساعه. غادي نوضع هذا الرز هذا كيف كتشوفوا.
غادي نحرك واحد شويه باش حتى هذاك الروز يتقلى مع هذيك الخضره وهذاك الصدر ديال الدجاج. هنا غادي نزيد واحد شويه ديال الجبانه، لكم الاختيار، بغيتو تزيدوها اي نوع ديال الخضره بغيتو تزيدوها زيدوها ماشي مشكل. هنايا عندي شويه ديال الجبانه اللي مجمده، يمكن لكم تستعملوا الطريه. هنا غنضيف واحد 2 معالق ديال الصلصه ديال الطماطم. الا ما عندكمش يمكن لكم تستعملوا يعني الطماطم المركزه. هنا غادي نحاول انني نحرك مزيان باش هذوك المكونات كاملين يتشربوا البنه ديالهم. وهنا غادي نضيف التوابل، غنبدا بالملح. ف يعني نوضعوا القياس ديال الملح والفلفل الاسود. صافي، وغادي نوضع واحد جبانيه ديال الماء اللي فيها الزعفران اللي رقدته. هنايا ما رقدتوش بزاف حتى لاخر لحظه وضعته في الماء طيب. صافي، وغنبدا نحرك. هادو هما التوابل، ما تكتروش التوابل باش تبقى البنه ديال كل حاجه. وغادي نوضع جبانيه ثانيه ديال الماء، خصو ضروري يكون طيب يعني ساخن، ون باش بالخف ان يعني هاد الاكل يعني انه بالخف يبدا يغلى، باش نقص عليه البوطه ونخليه العافيه مهيله. هنا غادي نخلي العافيه تكون شويه مجهده كيف كتشوفوا. مني غادي يغلى بهذه الطريقه هذه غادي نقص عليه بحال الشمعه ونخليه يطيب على خاطره. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما طاب ليا الروز كيجي على هذا الشكل هذا، والله العظيم واحد البنه. حتى تجربوه وغادي تعرفوني علاش كندوي. وهنا غنبدا نقدم. يمكن لكم تقدموه على شكل فردي او يمكن لكم تقدموه شكل جماعي. انا غنحطو فيه الطبق هذا، واللي بغى بطبيعه الحال راه غياخذ القياس ديالو. هنا كيف كتشوفوا الروز كيجي حبه على اختها، ما تيطلقش هذيك النشا ديالو بزاف حيت جا تغسل وترقد في الماء، فكيجي على هذا الشكل هذا كيجي بنين بزاف. يعني كيف كتشوفوا لي زيبيس راه مقلال ومع ذلك راه تيجي بنين وكيجي صحي، وحتى الوليدات فتيعجبهم. انا بعدا بناتي تيعجبهم. وكنقدموا على هذا الشكل هذا. كنتمنى ان الوصفه تكون فادتكم ونكون فدتكم في هذا الفيديو. ما تنسوش تخلوا لي دي كومونتير اللي زوينين بطبيعه الحال، وتبارطاجيو الفيديو باش ينتشر على اوسع نطاق. والسلام عليكم ورحمه الله.